الميت من المسلمين واجب علينا نغسلوه قبل ما نكفنوه ولا ندفنوه، واللي يقوم بالتغسيل ديالو اما اهله او واحد من عائلته ولا غيرهم من المسلمين. فهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي مات تغسل وهو الطاهر المطهر. والطريقه ديال تغسيل الميت انه يكفي انك تعمم الجسد ديالو كامل بالماء، ويراعي اولا عوره الميت انها تبقى مستوره من السره ديالو، يعني من عند بوطو حتى للركبه، ويدير اللي كيغسلو شي ليقات يعني شي صباعيات ولا شي خرقه على يديه ملي يبغي يغسل العوره ديال الميت. ولا خرج من الميت شي نجاسه ولا شي اذى يبادر ويحيدها، ثم يبدا ليه باعضاء الوضوء بالترتيب اللي هو معروف، ومن موراه يغسل ليه راسو ويكمل على بقيه الجسد. ومن الافضل انه يبدا ليه بالشق الايمن وعاد يدوز ليه للشق الايسر. ومن المستحب انه يكرر لهذه الغسله هذه 3 ديال المرات او 5 او اكثر على حسب الحاجه، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دوك العيالات اللي كانوا كيغسلوا بنت زينب رضي الله عنها يغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وبعض العلماء استحبوا أنك دير شي قطعة ديال القماش ولا طرف ديال القطن في المواضع اللي ممكن يخرج منها الأذى بحال الأذنين، الأنف، القبول أو الدبر، ثم يحرص على تطيب الميت أثناء غسله وبعد غسله. يدير الإنسان شي معطر في الماء اللي كيغسل به كي بحال الكافور ولا أي نوع من أنواع الطيب، كما أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دوك النساء اللي كانوا كيغسلوا بنته أن يجعلن في آخر غسلة كافورا وهو نوع من الطيب. وبالنسبه للناس اللي غادي تولوا تغسيل الميت، فلا كان الميت وصى بشي واحد هو اللي يتكلف بتغسيله فراه خصها تنفذ الوصيه وتطبق كما بغى. وفي حاله كان الميت صغير في عمره قل من 7 سنين فراه اللي تولى التغسيل ديالو من الذكور والاناث فراه جائز، واخا الافضل بالنسبه للغلام الدري الصغير اللي قل من 7 سنين ان الرجال هما يتكلفوا بتغسيله، وبالنسبه للجاريه البنت الصغيره النساء هما اللي يتكلفوا، وهذا من باب الاختيار والافضليه. واما اذا كان الميت في عمره اكثر من 7 سنين فراه لا يجوز للرجل انه يغسل الا الرجال ولا المراه الا النساء، اللهم الا بالنسبه للزوجين فيجوز للزوج انه يغسل زوجته ويجوز للزوجه انها تغسل زوجها، كما جاء عن علي رضي الله عنه انه غسل فاطمه رضي الله عنها. وكما قالت امنا عائشه رضي الله عنها: لو كنت استقبلت من امر ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه.